تعالوا نعمل فطيرة الكاسترد بطريقة سهلة جدا وبسيطة بدون عجن ولا فرد ولا توريق. هتعملوها في دقايق، حاجة حلوة جدا، طعمها حلو قوي، وكمان مش هتاخد منكم وقت. لكن ياريت تدعمي الفيديو بلايك وتعملي شير لكل حبايبك، ونقول بسم الله ونصلي على رسول الله، وتعالوا نبدأ الطريقة. معانا نص لتر من اللبن، هنضيف عليه 3 معالق من السكر، اللبن يكون عادي بارد، ومعلقتين من الكاسترد، ومعلقة من النشا. هنقلب كل المكونات دي مع بعض كده على البارد عشان مش عايزة يكون في اي تكتلات. نبتدي ندوب كده الكاسترد والنشا بيبقى لونه اصفر كده، لان الكاسترد طبعا بيبقى لونه اصفر. هندوبهم كده مع بعض، وتعالوا بقى نرفعهم على النار. هنرفعهم على النار كده واحنا بنقلب لغاية لما يبتدي يتقل معايا. ضروري جدا انك تفضلي تقلبي عشان ما يتكتلش جزء بس كده، او يبقى فيه تكتلات. بنقلبه كده لغاية لما يبتدي يتماسك. شايفين ابتدى يتقل معانا ازاي؟ خلاص كده، اول ما تظهر كده الفقاعات دي خلاص بطفي عليه، بسيبه بقى ايه، يبرد. وهو كمان لما يبرد هيتقل شوية كمان. مهم جدا بس ان تظهر معانا الفقاعات دي عشان طعم الكاسترد والنشا يكون استوى. بسيبه بقى كده على جنب يبرد خالص، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. معانا جلاش، هناخد كل ورقتين مع بعض، يعني احنا هنقسم لفة الجلاش بتاعتنا لورقتين ورقتين. كل ورقتين هنبتدي ندهنهم كده بالشكل ده، ودي اسهل طريقة انك تدهني بيها، انك تقسمي كده الورقة وتدهني جزء وبعد كده تدهني الجزء التاني. نفرد ده بقى كده ونبتدي ندهن كده النص التاني. احنا هنستخدم في كل واحدة من الفطاير دي هنستخدم ورقتين بس من الجلاش. بظبطهم كده مع بعض، وبعد كده ببتدي اضيف الكاسترد بتاعنا بعد ما برد، وافرده على شكل كده مستطيل او مربع كده على الجلاش. ممكن نحط بقى رشة كده من الزبيب، تقدري تضيفي موز متقطع، تقدري تضيفي تفاح معمول بالزبدة والقرفة. تقدري طبعا في افكار كتيرة جدا انتي تعمليها بالشكل ده. تقدري برضو تضيفي كاسترد بس. وبطبقها عليها كده، وبدهن دهنة كده خفيفة من السمنة او الزبدة المتاحة عندك، يعني تقدري تدهني زبدة او سمنة. وبطبقها كده بالشكل ده، وكده بتبقى جاهزة معايا. بعد كده في الطاسة على النار بيكون فيها دهنة خفيفة كده من السمنة، تسخن معانا كويس. ببتدي احط الفطيرات بتاعتي دي اول واحدة، وبدهن الوش كده بسمنة برضه. انا بستخدم هنا في التحمير بستخدم، او في التسوية بستخدم سمنة مش زبدة، علشان ما تتحرقش معايا وتديني لون ذهبي محمر كده وحلو. بقلبها كده على الناحية التانية. شايفين بقى اللون الجميل؟ بتستوي معاكي في دقايق، مش بتاخد وقت خالص. وقد ايه بتطلع طرية ولذيذة جدا. زائد ان احنا هنعمل لها كمان تسقية كده خفيفة او تشريبة كده خفيفة، هقول لكم دلوقتي نعملها. بسويهم بقى كده ورا بعض الفطيرات اللي انا عاملاهم كلهم. حاجة حلوة وسهلة وسريعة، ومش تحتاج منك فرن ولا اي حاجة، وهتعمليها فعلا في دقايق. شايفين بقى اللون هنا بيطلع كده ذهبي كده وحلو ازاي، عشان محمرين بسمنة. بصوا بقى قد ايه طرية وجميلة. طبعا تقدري تاكليها كده من غير ما تحط لها التسقية الأخيرة أو التشريبة الأخيرة، لكن ممكن تزودي السكر شوية في الكاسترد، بتبقى فطيرة الكاسترد هايلة. تقدري طبعا تحشيها بحشوات مختلفة. ممكن تحطي موز زي ما قلتلك، أو تفاح مع القرفة والزبدة أو أي حاجة يعني، لكن أنا حبيت أعمل لكم حاجة بسيطة كده وسهلة وسريعة كمان. بعد كده بنبتدي نقطعها كده لقطع صغيرة علشان تبقى ساعة التقديم أو الأكل تكون سهلة، وكمان لما نيجي نسقيها بالتشريبة بتاعتنا تكون سهل إن هي تشرب اللبن.
شايفين بقى قد ايه الكاسترد جوه طري كده وجميل وهشة جدا. زي ما قلت لكم تقدروا تاكلوها كده على طول، ممكن ترشوا عليها رشة كده من السكر الباودر، ممكن تسقيها بسيرب خفيف لو حبيتي، لكن هنا انا هسقيها باللبن، وفي اضافة حطيتها على اللبن بجد نقلت الطعم في حتة تانية خالص. هنسيبها بقى كده تشرب كده شوية من اللبن ده، وتعالوا نشوف شكلها يبقى عامل ازاي. مهم جدا ان انت تعمليها تتاكل على طول في ساعتها، يعني مجرد ان انت بقى بتسقيها باللبن خلاص بتبتدي تشرب اللبن ده. اللبن بيكون دافي، ما بيكونش سخن يعني قوي او مغلي، بيكون دافي. والفطيرة بتكون طبعا طالعة دافية من النار. بنرش عليها بقى اي رشة بسيطة كده من المكسرات، اي تزيين خفيف كده، او ممكن من غير زي ما تحبي، لكن طعمها فعلا حلو قوي. تحلية خفيفة وسهلة، هتقدروا تعملوها خصوصا كمان في وقت الامتحانات وكده، مش هتاخد معاكم اي وقت. وزي ما قلتلك تقدري تحطي عليها شوية من السيرب، شوية من العسل، كمان سكر باودر. تقدري تزودي السكر جوه في الكاسترد وما تسقيش بأي حاجة، لأن هي هتطلع طرية معاكي جدا. كل دي بدايل، وفي كل فيديو دايما بقول لكم ايه البدايل اللي ممكن تستخدموها علشان ما تقفيش الوصفة على حاجة واحدة. شايفين بقى قد ايه شكلها لذيذ وحلوة جدا جدا جدا. شايفين بقى الطراوة والجمال، طعمها فعلا تحفة. بعمل بقى باقي الفطيرات زي نفس الطريقة دي، ببتدي اقطعها كده بالشكل ده، بس هنا انا عايزة اوريكم التوريقات بتاعتها وقد ايه احنا استخدمنا ورقتين في كل فطيرة بس من الجلاش، وبرغم كده ان هي طلعت مورقة وجميلة قوي. والطريقة كمان سهلة جدا. انا قلت لكم الفترة اللي جاية هنبتدي نقدم كده حاجات خفيفة وسهلة، وما تاخدش معانا وقت كتير واحنا واقفين في المطبخ، وفي نفس الوقت نقدر نعمل تحلية بسيطة مش مكلفة واقتصادية، وما تاخدش وقت معانا في الحر ده ان احنا نقف كتير في المطبخ. شايفين بقى الجمال. هنسقي برضو الفطاير دي برضو بنفس التسقية كده بشوية من اللبن. طب ايه اللي انا ضفته على اللبن ده؟ اللبن ده تقدروا تضيفوا عليه طبعا سكر، تقدروا تضيفوا عسل، لكن انا ضفت عليه حاجة تانية خالص. كنت في الفيديو اللي فات لما عملنا الوصفة اللي فاتت قلت لكم الباكت بتاع الكريم كراميل ده هنخليه هنستخدمه في وصفة تانية. انا ضفت الباكت ده على كوباية من اللبن، نقلت الطعم في حتة تانية خالص، بقى اللبن بطعم الكراميل. فعايزة اقول لكم خلى الطعم حلو قوي. اتمنى انكم تجربوا الوصفة، وياريت تعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك لو لسه مشتركتيش، واشوفكم في وصفة جديدة وفن فود مع مورا. باي باي.